ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده عندنا موضوع بيخص كل واحد فينا بشكل او باخر، لاننا هنتكلم عن عالم المبيعات اللي كان معتمد زمان على العلاقات والابتسامه، والنهارده بقت لعبه ذكاء تحليل وتكنولوجيا. ازاي الدنيا اتغيرت؟ ازاي المندوب اللي كان بيخبط على باب بيتك النهارده بيقدر يوصل لك بضغطه زرار؟ ايه هي كمان المهارات المفروض تكون موجوده عند اي موظف مبيعات علشان يقدر ينافس في السوق اللي ما بيهداش لحظه؟ النهارده هنكتشف اسرار المهنه، علشان كده منورني ومشرفني ضيفي العزيز الدكتور شريف عز الدين، صيدلي خريج كليه صيدله جامعه القاهره، وحاصل على الماجستير من جامعه هاريوت وات بانجلترا، تخصص تسويق، و18 سنه خبره في مصر والخليج العربي في مجال المبيعات والتسويق، وايضا متخصص في التدريب وتطوير الموارد البشريه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده. اهلا بيك، ازيك يا امنيه؟ اهلا بيك. في البدايه كده حابه اعرف من حضرتك ايه سر اهتمام حضرتك بمجال المبيعات والتسويق اللي بيبعد يعني شويه عن مجال دراستك الاصليه اللي هي الصيدله، وازاي ده اثر في شخصيتك؟ بصي، انا لما اتخرجت الناس كلها كانت مخوفاني من مجال المبيعات والتسويق. وانا اتخرجت عندي 21 سنه، فما كانش عندي خبره كبيره، فاشتغلت في صيدليه، قعدت اسبوع ما قدرتش خالص. وبعدين اشتغلت في مصنع في شركه اجنبيه، ما ارتحتش في الشغل. وبعدين اشتغلت حاجه اسمها كواليتي كنترول في المصنع، برضو ما اتبسطتش. قلت لا، انا عايز اشتغل في المبيعات. وفعلا دي الحته اللي انا لقيتها فيها تجديد، بتتعرفي على اشخاص مختلفه. فقعدت سنتين في مصر، اشتغلت في شركه. وبعد كده قعدت حوالي 9 سنين بره مصر. تدرجت بقى، من اول كنت ميديكال ريب، مندوب مبيعات طبيه، وبعد كده بقيت مسؤول عن تيمز. فاشتغلت مدير مبيعات ومدير تسويق. فكل يوم في حاجه جديده. وبعدين لما انا كنت مسؤول عن التيم بتاعي، قلت مفيش حد هيكتب الدواء، عشان كان في صيدله، الا لما نكون احنا فعلا مختلفين. انت ممكن يكون عندك منتج رائع، او انت بتقدم خدمه مفيش زيها، بس الفكره في العامل البشري. يا ترى بيقدر يعرف يسوق ويبيع الحاجه دي ولا لا؟ ده احتكاكي بحته بقى التنميه البشريه اللي انا اخترتها. بس انا كنت شايف ان المبيعات كل يوم في جديد، كل يوم في تحدي، مفيش يوم زي اللي قبليه، وبيكون شخصيه الواحد يعني. طيب، وقررت بقى في الرحله دي تدرس تسويق ومبيعات؟ بعد ما اشتغلت قلت لا، انا عايز توجمنت الاكسبيرينس اللي هي العمليه بحاجات نظريه اكتر. انا بعد ما خلصت الجامعه ما بقتش قادر ابص في اي حاجه، عشان صيدله عنيفه شويتين. فعملت الام بي اي بتاعتي من انجلترا في التخصص في التسويق. في التسويق من انجلترا. فدي كانت بقى الانطلاقه بتاعت التسويق. هايل. طب ده بقى هينقلنا على السؤال التاني، ازاي بقى المبيعات اتغيرت من زمان عن دلوقتي؟ المبيعات اتغيرت من زمان عن دلوقتي، وعايز اقول لك انا لما كنت واقف في صيدليه، كان مثلا شركه تامين تخش باللابتوب يفتحوها، داخلين بالبدل، الناس بتنبهر، عشان هو كان مصدر المعلومه الوحيد. صح. وتعالي ننسى الفتره اللي فاتت دي، من اول الكورونا الماركت اتغير، اسلوب البيع والشراء اتغير. العميل بقى معتمد على نفسه ان هو يجيب المعلومه، بقاش معتمد على مقدم الخدمه او مقدم المنتج. عايزين نعرف ايه اللي اتغير بالظبط يا دكتور، يعني عشان برضو نوضح للساده المشاهدين. الناس بتخش اونلاين اكتر. المعلومه بقت سهله. بقى في ممكن حاجات كمان تقارني قبل ما تشتري حاجه او تخش خدمه. المنافسه بقت شرسه جدا وشديده جدا. الولاء بتاع العملاء المكان نفسه قل، الا لو انت هتديني قيمه مضافه انا هكمل معاك. بس في ظل كل ده، لو مقدم الخدمه شخص مختلف، هو برضه هيتكلم معاك او هيديك المساحه. غير كده مش هيحتك بيك خالص، مش هيحتاج. وبشبهها بزمان، احنا لما كنا بنعوز ننزل نشتري موبايل، احنا كنا بنخش بنتفرج وبنسال المندوب اللي واقف يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين دول او الثلاثه دول. دلوقتي احنا بنخش مقررين احنا هنشتري ايه. طب انطلاقا برضو من معلومه حضرتك ان بقى العملاء بقى بيدخلوا اونلاين كتير وبيشوفوا الاوبشنز قدامهم، ازاي السوشيال ميديا اثرت في ان بقى في اختيارات كتيره قدام العميل؟ السوشيال ميديا اثرت، خلى ان في منافسه جديده. بس الدنيا برضو هتلف، وهتلاقي ان هو عاوز العنصر البشري برضو ارجع احتك بيه. العميل عاوز يحس ان هو بياخد قراره بناء على معلومات امنيه اديتها لي، اللي هي اسمها حته تمكين العميل. عشان كده حتى الاماكن زي الاونلاين ابلكيشنز، انت بتحس ان انا متحكم في كل حاجه، مع ان مقدم الخدمه هو يقدر يوجهك لو انت شخص مختلف في البيع. مش زي انت بتبيع بقى من زمان، زي ما قلت الابتسامه والويلكمينج الطبيعي، كلكم ممكن يعملوا كده او ما يعملوش.
فخلاص انا مش عايز حد يحتك بيا، انا هخش على الاونلاين واشتري اللي انا عاوزه، حتى لو في حد واقف قدامي ما كلمنيش بطريقه مختلفه مش هشتري منه ولا بس حاجه. ده اكيد برضو ان الاعتماد برضو على السوشيال ميديا والاونلاين الكتير ده اكيد قلل شويه الاعتماد على البشر. قلل الاعتماد على البشر، بس ستيل برضو حتى تعالي ناخد اكزامبل البنوك. هو مهما عمل ترانزاكشنز كتيره اونلاين هو عاوز برضو يروح عايز الفرع، يروح لموظف خدمه العملاء ويقعد قدامه ياخد منه المعلومه. بالظبط. العقارات، تسويق العقارات، في ناس بيكلمونا في التليفون انت بتبقى عايز تسمعه، ولو مش هشتري برشحه لصديق او زميل، وفي حد تاني ببقى عايز اقفل السكه سماعه التليفون في اول سنتين ثلاثه، وانا برضو اقدر اخش واقارن اونلاين. فستيل ان احنا برضو العنصر البشري مهم جدا ان احنا نطوره وننميه. بمناسبه العقارات طبعا والمكالمات الكتير جدا اللي بتيجي بالعملاء، وحتى بقت دلوقتي بتيجي على الموبايلات بتاعتنا ان دي ريل استيت، فده بقى بيخلي في نفور من جانب العملاء ان هم اصلا يتعاملوا ويدخلوا في المجال ده. بالظبط. بس عايز اقول لك في حاجات مهمه الشخص بتاع البيع لازم يشتغل عليها. اول حاجه المهارات بتاعته. زي مهارات البيع، مهارات البيع دي حاجات كتيره قوي، زي الانصات، التواصل، ان انت ازاي تهندل الاعتراض، ازاي اخد التزام مع العميل، ازاي اعمل فولو اب، اسلوب طرح الاسئله، ولا في فن طرح الاسئله عشان اعرف احتياج العميل، ابيع للي العميل محتاجه مش اللي انا عاوز ابيعه له. فدي حاجه، فالمهاره مهمه قوي. طب يا دكتور بدون مقاطعه حضرتك شايف ان اسلوب او استخدام التليفون في البيع الكتير ده، هل ده اسلوب ناجح في المبيعات، او ان انا اقدر احقق ديلز كتير من خلال التليفون؟ بصي في حاجتين، المفروض التليفون اتخذت علشان ناخد بيها ميعاد عشان نقابل العميل نتكلم بيها عن المنتج او الخدمه او اي حاجه احنا محتاجين نتكلم عليها. عشان دايما في التليفون في حاجه مفقوده، انا مش شايف العميل فيس تو فيس. في حاجات تانية بتكون هي زي التيلي سيلز، هو وظيفته فقط يقول انا عندي 1 2 3 ودي الاوفرات، السلام عليكم وعليكم السلام، بس مش ده الدارج. يعني الدارج ان انا عايز ابيع حاجه، فسؤال او 2 انا بعرف الاحتياج وعلى الاساس ده بنحدد الميعاد. عشان كده انا لما حد بيكلمني مختلف حاسس ان انا في قيمه هاخدها منه، بقابله او بناخد ميعاد، ما فيش خلاص هقفل السماعه ومش عايز بس حاجة. هل النمط ده من البيع موجود عموما على مستوى العالم، ولا موجود عندنا في مصر بشكل اكبر يعني؟ في مصر موجود بشكل اكبر، عشان بره كله بقى معتمد على كله بقى ديجيتايزد مينلي، يعني تقدري تعملي كل ترانزاكشن ديجيتايز. بس ستيل برضو حتى لو انا هاخد ابوينتمنت بنفسي لشركه تامين، انا برضو هروح اقابل مقدم خدمه او مقدم بيع. فمقدم الخدمه مقدم البيع لو ما عندوش المهارات اللي احنا اتكلمنا عليها، لو ما عندوش المعلومه عن المنتج بتاعه، عشان في مشكله رهيبه في طبعا ناس في موضوع النولج، موضوع المعلومه ده مهم جدا، بيبيع اللي عارفه ومش فارقه معاه هو مصلحه العميل ايه. لا انا حافظ حاجه، او انا عليا تارجت عالي فعايز ادبس العميل في حاجه، معلومات عن السوق اللي انا شغال فيه، معلومات عن المنافس. فانا لما العميل لما بيقعد مع الشخص ده يحسه فاهم بيطمن له. وحطي بقى على المهارات والمعلومات السلوك، ده ممكن يضرب في مقتل المعلومات بتاعتك والمهارات. معلوماتك تحفه، مهاراتك هايله، بس انت شخص بشوش ولا لا؟ شخص لو انا جيت لك بمشكله حاسس ان انت قلبك عليا ولا لا؟ صح. بعامل العملاء كلهم زي بعض، بعمل فولو اب بطريقه لطيفه، لما بقعد ما بخلفش. فكل ده بيخليني انا شخص مختلف. فالسيلز بيرسون او سيلز ادفايزر الشاطر اللي عنده قاعده العملاء، لو راح اي مكان هو هيروح people by people by the way، الناس بتشتري من الناس. صح. بس اوقات بيبقى في عملاء بتبقى ليها نمط كده، العميل الغاضب مثلا، ده ازاي الموظف يتعامل معاه؟ العميل الغاضب ده احلى عميل ممكن تتعاملي معاه، عشان العميل الساكت اللي مش مبين اي حاجه تلاقيه راح خبطك الشكوى، صح، وعمل فيك كومبلين رهيبه وانت ما تعرفش، او سوء سمعه المنتج بره، او سمعه المؤسسه كمان، او سمعه المؤسسه. في الاخر اي واحد سيلز بيرسون، المندوب البيع ده او السيلز ادفايزر، هو وجه هو هيتكلم عن المؤسسه مش هيقول اسمه. صح. فالعميل الغاضب ده لو انا كلمته وشفت ان العميل ده اكيد في حاجه مضايقاه، فبشوف كومبلين از جيفت، الشكوى دي هديه، اعرف ايه اللي مضايقه عشان نقدر نحسن من الشغل بتاعنا او من الخدمه. ولو حس ان هو الكول سنتر ضلله فرع تاني عامله بطريقه مش كويسه، انا احل لك مشكلتك. اكتر عميل بيبقى لويال. في حته مهمه قوي برضو في مهاره حته التفهم، ان انت بتنصت وبتحط نفسك قدام الكاستمر الغاضب ده، انت لو مكانه هتتصرف ازاي؟ صح. فبتديله الحل، فهيمسك بقى في الشخص ده، انا مش هسيبه، المؤسسه، وهيتكلم ان المؤسسه دي رائعه. صح.
فدي اكتر العميل غاضب انا بشوفه اكتر عميل بيفضل لويال ومكمل. هايل. طيب ده في فرق ما بين العميل الغاضب والعميل الصعب ولا هما الاثنين نفس الحاجه؟ بصي انا بشوف ان مفيش عميل صعب ومفيش عميل سهل، هو في عميل انا هعرف اتواصل معاه بطريقته. يعني انت بتلاقي في عملاء عايز حقائق وادله وبراهين، انا لو ما اديتهالوش هو عمره ما هيسمعني. صح. في عميل لو اللي هو العميل اللي حابب هو يسيطر على الموضوع، لو انا فضلت اديله اوامر هو مش هيستحمل مني كده، انا اللي انشارج. في ناس تانية لو ما تقبلنيش كشخص عمره ما هيعرف يتعامل معايا. صح. بيبل اورينتد. عشان كده الناس لما بتيجي بتشتري، في ناس بتبقى عقلانيه جدا. انا عايز اعرف معلومات امنيه ايه في الحته دي. في ناس هتحكم على الامنيه من المظهر الخارجي، الابتسامه، الشكل المشرف، الكلام ده كله. انا ما بقاش عارف العميل ده هو عقلاني ولا غير عقلاني في الحكم عليا، فلازم اكون مستعد بالاثنين. فكل عميل ليه الدخله بتاعته. في عملاء صعبه او بتوع مشاكل على طول موجودين، بس نسبتهم قد ايه؟ 5%. فانا بشوفها انها يعني نسبه قليله قوي، اللي هو جاي داخل يعمل لي مشكله من ما فيش مشكله. طيب عايزين برضو نعرف من حضرتك يا دكتور، احيانا بعد العمليه البيع لما بتتم في عملاء كتير بيشتكوا ان مثلا في بيع خاطئ حصل، او ان المنتج نفسه اللي هو اخده فيه مشكله، فازاي الموظف يتعامل مع الحالات دي باحترافيه؟ ممكن تحصل، وممكن تحصل لاسباب ان انا ممكن اكون فهمت الاحتياج غلط، وده بقى هيروح لحته السلوك. انا ممكن اقول انا غلطت، تعال نحل المشكله مع بعض، او انا اروح اعمل العميل ده بلوك وخلاص، انا فعلا كنت قاصد اعمل كده. فحتى البيع لو حصلت غلط، ما خدمه ما بعد البيع بقى هي اللي بتاثر على سمعه المؤسسه. او لا حصل حاجه، طب انا لما هرجع لكم يا ترى هلاقي سبورت ولا انتوا خلاص ما فيش؟ فحتى لو حصل بيع خاطئ ممكن يحصل ادام هو مش مقصود، بس احنا مع بعض علشان نحل بقى. والعميل لو حس ان انا حتى حاولت احل وما اتحلتش، هي بتوصل له للرساله دي، فبيفضل برضو العميل اللويال بتاعنا. طيب دكتور كده في الختام، حابه كده يعني حضرتك توجه رساله كده لاي موظف بيع حابب يبدا في المجال. بصي، هي البيع انا شايفه ان هو فيري تشالنجينج ومحتاج تدريب كتير قوي، وعامله زي الجيم، انت بتروح بتشتغل على نفسك يوم 2 3، لو وقفت قدام المرايه مش هتلاقي نتيجه، بس مع الاستمراريه هتلاقي ان انت عملت نتائج حلوه قوي، وان كل عميل قدامي هو فرصه بيعيه. فالموضوع وكل واحد انا بقعد معاه انا بتعلم حاجه جديده، فهي وهو كمان العميل يقدر كمان بعد كده يعمل لي ترشيحات لعملاء تانية يجيبها لي. ودي برضو حاجه في السلوك، ان انا لو حد جالي وما اشتراش مني وهو بيسلم عليا ارد حتى عليه، هيحس لما يكلمني في التليفون واديت له نصيحه هيرجع لي تاني. صح. هو ده اللي بيفرق ما بين حد عايز يعمل بارتنرشيب او علاقه طويله المدى مع العملاء او لا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، استفدنا، انبسطنا، وتعلمنا حاجات جديده ومهمه عن مجال البيع. بشكر طبعا ضيفي العزيز الدكتور شريف عز الدين على وقته ومشاركته وعلى كل المعلومات القيمه اللي افادنا بيها النهارده. بشكركم متابعينا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد. الى اللقاء.